وزن عالي وخساره عاليه، حاجه غريبه قوي. انا مهندس سيد عيسى وجاي عشان افيدك في مجال الدواجن. الميزان ممكن يضحك عليك، لكن معامل التحويل هو اللي بيكشف الحقيقه. معامل التحويل يعني الطير اكل قد ايه عشان ينتج كيلو لحم. يعني معامل تحويل 1.6 أحسن بكتير من 1.9، حتى لو الميزان مدي نفس الوزن. كل 1/10 زيادة في معامل التحويل بتضيع حوالي 150 جرام علف لكل طائر. معامل التحويل الطبيعي في الدورة الناجحة بيكون من 1.5 ل 1.6. أول لما تلاقي الرقم طالع اعرف إن في مشكلة، حتى لو الوزن حلو وشكل القطيع مبهر. والسر هنا إن التحويل مش علف وبس. لو عندك حرارة عالية ومية مش نظيفة وتهوية مش ثابتة أو استقبال غلط للقطيع من البداية، كل ده يبوظ التحويل. واخطر حاجة وزن كويس مع تحويل وحش، ده معناه مرض صامت. الفراخ عايشة بس مش بتحول بكفاءة. اللي فاهم معامل التحويل بيعرف هو كسبان ولا خسران من قبل ما يبيع. استنوني في حلقة جديدة من سلسلة صناعة الدواجن، وتابعني عشان تتعلم اكتر وتعرف خبايا واسرار الصناعة.